ديزني معروفة بتحفها الكرتونية اللي ألهمت أجيال كتير من الأطفال بالقصص بتاعتها. العوالم اللي بيصنعوها ممتعة ومرحة وفي نفس الوقت فيها مشاعر حقيقية، ده بيخليها تحس إن هي واقعية. ولما القصص المحبوبة دي تطلع من نفس الاستوديو ويحطوا فيها تلميحات وأفكار من أفلام تانية ليهم، ساعتها بيكون سهل إنك تصدق إن في عالم واحد مترابط ورا الفيلم اللي بتتفرج عليه. فخلينا في الفيديو ده مع بعض نشرح الروابط اللي عرفها بين أفلام ديزني الكرتونية الطويلة. فخلينا نبدأ مع بعض مع الفيلم اللي فتح باب عصر النهضة بتاع ديزني سنة 1989، وهو فيلم عروسة البحر. المغامرة الكرتونية الممتعة بتاعت أريال تحت البحر كملت في فيلمين بيحكوا حياتها بعد ما اتجوزت الأمير إيريك، وفي كمان فيلم قبل الأحداث دي بيحكي قصة مامتها الملكة أثينا. فالملكة دي ماتت في بحيرة لما سفينة قراصنة طلعت عليها وفجأة قامت بالواجب. طيب تفتكروا إيه تاني فيلم مشهور في بحيرة مليانة حريات؟ فيلم بيتر بان. الناس بتقول إن السفينة دي ممكن تكون سفينة الكابتن هوك، وده بيربط فيلم بيتر بان بفيلم عروسة البحر. وكمان لو دورت هنا هتلاقي فيه روابط تانية، بما ان الملك ترايتون والد اريل يبقى ممكن تكون ليها صلة ببطل تاني من ابطال ديزني. ترايتون في الاساطير اليونانية هو ابن بوسايدون، وبوسايدون هو اخو زيوس، ولو اريل قريبة زيوس يبقى هيركليز اللي هو ابن زيوس يعتبر ابن عمها. وده بيربط الشخصيات دي ببعض من ناحية الدم، وكمان بيربط الفيلمين ببعض بشكل كبير جدا. غير كمان الشخصية اللي بتظهر وبتشبه شخصية سكار من فيلم ذا لاين كينج بتدل ان الاسود اللي في الفيلم ده بيعيشوا في اراضي العزة جوه عالم ديزني برضه. وكمان بما ان احنا عرفنا ان بيتر بان مرتبط بعروسة البحر، وبما ان عيلة دارلينج عايشين في لندن وهنا احنا بنتكلم على انجلترا، يبقى الشخصيات التانية اللي في افلام ديزني واللي جاية من انجلترا اكيد ليهم علاقة بالعالم ده كمان. زي مين مثلا؟ زي أليس في بلاد العجائب، وكمان جون سميث من بوكاهانتس، وكرويلا ديفال من دلمانتس 101. كل دول جايين من انجلترا، وده بيربطهم بالعالم الموحد بتاع ديزني. غير كمان ليدي من فيلم ليدي اند سترام بتظهر في الفيلم بتاع ديمانتس 101، وجوك وبيك وكمان راستي وهم كمان من نفس الفيلم بيظهروا في مشهد في فيلم اوليفر اند كامباني، وده بيخلي الفيلمين دول داخلين في نفس الكون. غير كمان تينكر بيل الجنية الصغيرة من بيتر بان بتظهر معانا في فيلم ذا بلاك كولدرن لما تيران واصحابه بيكتشفوا مملكة الجن اللي تحت الارض، وده بيخلينا نضم الفيلم ده برضه لعالم ديزني الكبير. نيجي بعد كده لاريال، غير انها قريبة لهيركليز وقابلت الكابتن هوك، فهي كمان بتلاقي سفينة غرقانة شكلها قديم ومتهالك، والسفينة دي شبيهة جدا بالسفينة اللي كان عليها أم وأب آنا وإليسا من فيلم فروزن. بما إن شكل أم وأب آنا وإليسا شبه أبو وأم طرزان، فده معناه إن أهل آنا وإليسا ممكن ما ماتوش في العاصفة زي ما كنا فاكرين، ولكن نجوا وسافروا لجزيرة قريبة ومعاهم طفلهم اللي لسه مولود، والطفل ده طبعا هو طرزان. وده في النهاية هيوصل لربط كبير جدا إن هو هيربط عروسة البحر بفروزن وكمان طرزان، والفيلمين دول نفسهم بيربطوا أفلام كتير تانية في شبكة كبيرة. فعلى سبيل المثال روبانزل وجين بيظهروا معانا في أريندال، المدينة اللي فيها آنا وإلسا يوم تتويج إلسا، وده بيربط فروزن بروبانزل، وده مهم جدا لأن تانجولد بيشبك أفلام كلاسيكية تانية معاها. طيب بنشوف بينوكيو من فيلم بينوكيو في السقف بتاع الحانة اللي روبانزل بتزورها، وكمان بنشوف المغزل اللي لسعت بيه أرورا من فيلم الجمال النائم في البرج بتاع روبانزل، اللي ناس كتير ما يعرفوش إن في واحدة لابسة فستان شبه فستان تاعنا من فيلم الضفدع والأميرة بتظهر وقت ما البوابات بتنفتح، والست دي على الأغلب واحدة من أجداد الأميرة نافل جوز تانا. ولما نبص بقى على فيلم الأميرة والضفدع علشان خاطر نلاقي روابط تانية، هنلاحظ إن في ظل غامض بيظهر في الفيلم وبيشبه جدا جاك سكيلتون واللي هو بطل فيلم الكابوس قبل عيد الميلاد، وده طبعا بيربط الفيلمين ببعض. مش بس كده، كمان المصباح السحري والسجادة الطايرة من فيلم علاء الدين بيظهروا في الفيلم، ده بيخلي علاء الدين جزء من نفس الكون. كمان في تمثال صغير للوحش من فيلم الجميلة والوحش، وده معناه ان الشخصيات في علاء الدين عندها فكرة عن الوحش المرعب ده، وبالتالي الفيلم ده دخل في الشبكة. فانا بصراحة مبسوط بده علشان خاطر الجميلة والوحش من اكتر افلام الاميرات المميزة جدا.
بما ان الفيلم ده موجود في نفس العالم، ظهور بيل بطلة الفيلم في شوارع باريس بيربطنا بفيلم احدى بنوتردام. وانا هنا بتكلم على الافلام بتاع ديزني مش الافلام العربيه، مش عشان دماغك ما تروحش بعيد. يعني كده هنا نقدر نقول ان احنا ربطنا بين فروزن وكمان احدى بنوتردام من خلال فيلم الاميره والضفدع وكمان فيلم علاء الدين. ولكن خليني اقول لك ان احنا لسه ما خلصناش روابط، وانا هنا بتكلم على فروزن. فيلم موانا لما ماوي نص الملك بيحاول يتحول في لحظه كوميديه كده، بيتحول لغزال، والغزال ده شبه اللي كان متواجد في فيلم فروزن، وده بيربط موانا بفروزن كمان. كده نكون خلصنا كل الروابط المتعلقه بفروزن، بس لسه عندنا الروابط اللي جايه من فيلم طرزان. لما البروفيسور بارثر ابو جين بيتقلب ويتخبط من القرده، بيقع منه عروسه صغيره شكلها شبه كلب مولان اللي يسمى ليتل براذر. يا اما ده معناه ان قصه مولان اتشرحت بتفاصيل كبيره، يا اما الكلب ده نوعه مميز في عالم ديزني. بس الصراحه ده مش مهم، المهم ان مولان كده دخلت ضمن العالم الموحد بتاع ديزني. كمان في فيلم طرزان في اشارات لحاجات من مولان، وفي الفيلم بتاع ليلو وستيتش في بوستر لمولان اللي ممكن يكون غلاف لالبوم بيتكلم عن البطوله بتاعتها، وده في اوضه ناني اخت ليلو. ولو فكرت ان مولان شخصية مشهورة في عالم ديزني فاستنى، في مفاجأة. ستيتش كمان مشهور، ستيتش بيظهر في صورة ورا هيرو في فيلم بيج هيرو 6، وكمان ليه لعبة على الرف بتاع جيم هوكنز من فيلم كوكب الكنز. وفي ليلو وستيتش مولان شخصية معروفة. فبالنسبة للعيلة المحبوبة من هاواي، عيلة ليلو وستيتش، ديمبو كمان معروف وشهير في نفس العالم، وده باين لما بنشوف ديمبو اللعبة جنب ليلو وهي بتبص من الشباك. كمان بنشوف ديمبو كفيل مشهور في فيلم ذا جريت ماوس ديتكتيف لما بيظهر على هيئة لعبة في القاعات ضمن الحاجات التذكارية. بما ان فيلم بيج هيرو 6 مربوط بالعالم الكبير بتاع ديزني، فالصورة اللي على المكتب بتاع الضابط في الفيلم والاعلانات اللي في مدينة سان فرانسيسكو عن لعبة رالف المدمر بتأكد ان فيلم بولت وكمان رالف المدمر هما كمان جزء من نفس الكون ده. فاكيد في استر ايجز تانية في افلام ديزني، بس انا بصراحة ما قدرتش الاقي طريقة اربطهم بالشبكة الكبيرة اللي شرحتها قبل كده، زي مثلا ظهور بامبي وامه من فيلم بامبي على طرف البحيرة في فيلم منقذون، أو ظهور وارد من The Sword and the Stone على هيئة سنجاب في الفيلم بتاع The Fox and the Hound. وبالرغم من إنك ممكن تتفرج على أفلام ديزني وتستمتع بيها لوحدها، بس أوقات بيكون ممتع أكتر لما تتخيل إن في حاجة أكبر بتحصل ورا الكواليس. يعني زي ما شرحت لك برضه في الفيديوهات الأخيرة إن في ربط ما بين أفلام كارز أو برق بنزين وكمان فيلم انكريدبلز، وده معناهم إن الاتنين في عالم واحد. وكذلك الأمر مع بقية أفلام ديزني، لو ركزت في كل فيلم بيتقدم معانا هتكتشف إن في تفاصيل مهمة أو لقطة ممكن تعدي، اللقطة دي عن طريقة ممكن تظهر ليك شخصية من أي مشروع تاني كان بيتقدم لديزني، وده يثبت ليك إن ده كله برضه في كون واحد. ففي كده الأحوال في الفيديو ده كده قدرت إن أنا أربط لك بقدر الإمكان كل اللقطات دي وأعرفك إن ده كله تابع لحاجة واحدة، وإزاي الأفلام دي كلها مرتبطة ببعضها. فبقية التفاصيل التانية اللي بكتشفها وهكتشفها احاول بقدر الامكان ان انا اجمعها في فيديو تاني، وعن طريقه نشوف ازاي الافلام دي برضه مرتبطه ببعضها بشكل كبير، لان مفيش اي حاجه بتقدمها ديزني في الافلام بتكون مجرد صدفه. دايما لازم تلاقي تفاصيل مهمه او استر ايجز عن طريقه تعرفك ان ده كله مربوط ببعضه. فلو عندك اي طريقه تربط بيها الافلام دي بالعالم اللي اتكلمت عنه، او تقدر تطور الربط بين الافلام اللي ذكرتها، اكتب افكارك في الكومنتات. وفي النهايه لو عجبك الفيديو وعاوز تشوف فيديوهات تانية شبيهه للفيديو بتاع النهارده، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس وتسيب لي رايك في الكومنتات.